السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة. كما لاحظتم في عنوان الفيديو أن محمد السادس يعترف رسميا بأن الصحراء ليست مغربية، وبأن كاين هناك واحد الدولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية. يعني الناس الذين ستأخذهم الحامية وتجيهم النفس يبداو بالتعليق. غنقول لك حاجة وحدة: احتفظ بتعليقك حتى يتبين لك البرهان، وشوف واش انا كنكذب ولا ما كنكذبش. وديك الساعة بإمكانك أن تطلق العنان كي كنقولوا للسانك أن تسب ولا أن تعرف الحقيقة، ولا قول لي بغيتي. بالرغم من أنني أنا مسبقا لم أكن يعني أحب الخوض في هذا الموضوع ديال الصحراء الغربية ولا مغربية، وكنت كنقول لكم ديما يعني اتركوا الأمر فهو لا يعنيكم ولن تستفيدوا منه شيئا من غير صداع الرأس، لأن ما يدور في كواليس السياسة لا يعلم به إلا الله. والمغاربة يعني كشعب يستعملون كوقود الواحد النار للصراع مع واحد الإخوان اللي هم إخواننا في الإسلام أولا، قبل أن تكون هناك دولة وحدة ولا دولتين ولا شعب ولا شعبين، فهم إخواننا. اولا نبدا باول شيء. يعني كنت شفت واحد الخبر ديال رسميا المغرب يعترف بالجمهوريه العربيه الصحراويه بظهير شريف، فقريت المقال ولقيت بلا كاين واحد يعني الصور يقال انها من الجريده الرسميه للمملكه. فانا يعني ما هادشي ما تيكفينيش، يعني الا بغيت نطرح شي حاجه في القناه خصني نطرحها موثقه، يعني نمشي نحفر عليها كما ينبغي ونجبدوا الدلائل كما هي ونحطها. ف يعني هذه الجريده الرسميه مشيت قلبت عليها وقلبت على يعني هاد النسخه هذه ديال هذا التاريخ بالضبط ديال 31 يناير 2017 من ما يسمى بالموقع الرسمي للحكومه المغربيه. يعني هنا فين كتنشر هذه الجريده، وقمت بتحميلها يعني كي اتاكد يعني هذوك واش يعني قبل ما نعرضها لكم واش هي فعلا جريده رسميه بالفعل، لانني حملتها من موقع ديال الحكومه. يعني هذه الجريده هي الناطق الرسمي باسم الدوله، الجريده النشره العامه. كما تتابعون فهرسة نصوص عامة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. هناك ظهير شريف رقم 117 جوج صادر جوج جمادى الأولى 1438 موافق 31 يناير 2017 بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي الطوغو. يعني أولا شنو هو هذا الظهير الشريف؟ يعني قبل ما نبداو ندخلوا في الموضوع نيشان باش نعرفوا شنو هو الظهير الشريف، كاين اللي منكم يعرفه وكاين كي كنقولوا غير كيسمع به، يعني كيعرف ان شي حاجه ملكيه وصافي. نمشيو نعرفوا شنو هو الظهير الشريف عاد، يعني باش ما يبقاش يعني اي حجه لاي واحد يريد الاعتراض فيما بعد ما تبقى له حتى شي حجه. يعني فلا بغيتي تعترض من ديك الساعه من باب المكابره والتجباه وقصوحيه الراس فلتكابر كما شئت. كلمة الظهير تعني لدى أهل المغرب وفي الصالونات السياسية المغربية المرسوم، فكذلك كلمة الظهير الشريف أو الظهير الملكي هو مرسوم يصدر من الجهة الأعلى. شكون هي هذه الجهة الأعلى في المملكة المغربية؟ وهو الملك. يعني الظهير اللي كيصدرو هو الملك، اللي كيوقع عليه هو الملك، اللي كيوافقه هو الملك. وهناك الظهير الشريف التنفيذي كما هو الحال في هذا الشيء اللي شنو هو ظهير التوقير والاحترام والإعفاء. يتم إصدار هذه المراسيم وإقرارها من الملك المغربي يعني محمد السادس، هو اللي كنهضروا عليه باش نعرفوا كي كنقولوا شكون اللي دار داك البيان ولا داك كي كنقولوا الاقرار داك القانون في الجريده الرسميه ديال الدوله المغربيه. كما ان هناك الظهير الشريف التنفيذي الذي يكون اقرار لقانون يتم طرحه في الجريده الرسميه واعطائه الصفه التنفيذيه، يعني هو اللي يعطي الضوء الاخضر. يعني الا ما عطاش هو داك الضوء الاخضر ما كاين والو بعد صدوره من المجلس التشريعي او البرلمان. بالرغم يعني ان هذا الظهير اللي كنهضروا عليه ما داش من البرلمان، ما داش من المجلس التشريعي، يعني هو اللي عطى واحد القرار ظهير شريف ووقع عليه من دايته لراسو، وبالتالي يكون هذا الظهير والاقرار الذي تم عليه والاصدار لهذا الظهير في الجريده الرسميه بمثابه احالته على حيز التطبيق والتنفيذ ليكون مرسوما
نافذا. مزيان، دابا الى هنا ها حنا متفاهمين. دونك منين كنجيو لهنا وكنشوفوا ونتكلموا على قانون تاسيسي الاتحاد الافريقي وكنشوفوا ان هناك ظهير شريف، يعني يعني مصدر الاوامر او مصدر الامر هنا هو محمد السادس، صادر في 2 جمادى. هادشي قلناه، هو البروتوكول التعديلات الملحق به المعتمد بأديس أبابا إثيوبيا في 3 فبراير 2003 وبما بوتو الموزمبيق 11 يوليو 2003. النصوص العامة: ظهير شريف كذا كذا بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي الموقع بلومو الطوغو. يعني هذا ظهير شريف كيعطيهم باش ينشروا القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وفي الجريدة الرسمية، وكما يقال الحمد لله الطابع الشريف بداخله، يعني باش كيأكد لك انه جاي من عنده. شكون هنايا؟ محمد بن الحسن. نحن نعلم ان الحسن ليس ابن محمد. بن يوسف ما دايرينش الفاصله بعد هنايا، بن يوسف الله وليه، بن يوسف الله وليه، خصهم يديروا الفاصله باش نشوفوا عاد الله وليه. يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا بناء على القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي الموقع بلومي 11 يوليو 2003 وبروتوكول التعديلات الملحق به المعتمد بأديس أبابا 3 فبراير 2003 وبمابوتو الموزمبيق 2011 وعلى القانون 117 الموافق بموجبه على القانون التأسيسي والبروتوكول الملحق به المذكورين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف 117/1 بتاريخ 21 ربيع الآخر 1438 20 يناير 2017 وعلى محضر إيداع وثائق. يعني تحملوني شي شوية من خلال ما أقرأه، يعني غير باش ما نخليوش واحد اللبس فيما بيننا. وثائق انضمام المملكة المغربية، انضمام المملكة المغربية إلى القانون التأسيسي المذكور وبروتوكول التعديلات الملحق به الذي تم بأديس بابا بتاريخ 31 يناير 2017. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا. راه هو اللي كيهضر هنايا ولا شي حد كاتب له، ولكن هو راه قراه ووقع عليه وعطي عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التأسيسي. يعني هو اللي عطى كي كنقولوا ينشر بالجريدة الرسمية. أصدرنا أمرنا يعني واحد الكلمات التي لا تدع مجالا للشك أنه هو المصدر للأمر. القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بكذا كذا، عاود نفس الهضرة، وقعه بالعطف رئيس الحكومة بن كيران، هو داخل في هذه المعمعة. القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وهنا تأتي المفاجأة، فاش نبقاو نقلبوا ما بين الدول الإفريقية، نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. أجي نشوفوا شكون هما. ما غاديش نبقى نفتح لكم أسماء ديال الدول الإفريقية، ولكن غنمشيو نيشان لما يهمنا هنايا في الدولة رقم 39. يعني هنا راه كنقراو في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، يعني ماشي شي جريدة حتى نقولوا كي كنقولوا تابعة للمخزن، الجريدة ديال الحكومة، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. يعني فبهذا يكون هناك اعتراف بأن كاين شي حاجة من طرف الملك، بأن كاين شي حاجة ولا كاينه واحد الدوله سميتها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، ماشي كما كيوصفوها لنا هما في الاعلام كي كنقولوا على انها الكيان الوهمي ولا الجمهوريه الوهميه ولا المرتزقه ولا كيسميوهم كما بغاو، يعني لخلق النعرات كي كنقولوا ما بين المغاربه وما بين الاخوه الصحراويين. داكشي علاش كنقول لكم انا منذ البدايه هذا الموضوع لا اخوض فيه ولا يعنيني، ويعني لن اقبل ان اكون كي كنقول اقبل عن نفسي ان اكون قنطره يركب فوقها النظام، مع العلم انني كنت دائما مع الوحده ومع التوحد، ولكن في ظل هذه السياسه التي تمارس بهذه الطريقة أنا لن أحشر نفسي في هذه الأمور، لأن الرابحة في نهاية المطاف سيكون هو النظام اللي كيسوق لكم انتم الصراع، كيزيد المغاربة للقدام، وكتشوف المغاربة المغرب مغربنا والصحراء صحراؤنا والبوليزاريو أعداؤنا. أنا البوليزاريو ليسوا أعدائي والصحراوة ليسوا بأعدائي، وهذا الصراع
لا يعنيني أنا مع الوحدة، ولكن ملي كتكون الدولة غادا في واحد الاتجاه في الكواليس تعترف بواحد الدولة اللي سميتها الجمهورية الصحراوية، وتجي عندي انا كتقول لا سير ودي دافع على المغرب، سير قول الصحراء صحراؤنا، وسير قول كذا كذا، انا لن اقول شيئا ما دام اعلى هرم في البلاد اللي هو محمد السادس يعترف بالجمهورية الصحراوية. اذا فعليه ان يخرج هذه الامور الى وسائل الاعلام الرسميه ويقول للمغاربه بكل جرأه، يعني ماشي كي كنقولوا في الكواليس عنده سياسه في شكل على ارض الواقع سياسه اخرى. يعني اعترفتي بالجمهوريه الصحراويه، كون عندك الجرأه، كون راجل، وخرج قول للمغاربه انا معترف بالجمهوريه الصحراويه. وداكشي اللي كنسوق لكم في الاذاعات يعني مجرد ضر الرماد في العيون باش نخليكم ديما نتوما عايشين في الصراع وتنساو القضايا ديالكم. اما الجمهوريه الصحراويه فبظهير شريف بامر من محمد السادس، وها الوثيقه قدامكم قمت بتحميلها من الجريده الرسميه للمملكه المغربيه. رئيس جمهورية جنوب افريقيا، رئيس جمهورية السودان، ملك سوازيلندا، رئيس جمهورية تنزانيا، يعني كاين 53 رئيس إذ نستلهم من المهم. هذا لا يعنينا شنو هو المحتوى ديال القانون التأسيسي، اللي بغى يطلع عليه، احنا خدينا فقط ما يهمنا ان هناك اعترافا مباشر من محمد السادس اللي كيخلي المغاربه كيطحنوا مع بعضياتهم وكيتدابزوا مع بعضياتهم، واي واحد خدا شي موقف كي كنقولوا في اتجاه الصحراء ولا هذا كينوضوا له العياشه ويجبدوا الدرابويات ويجبدوا كذا. ما عمرنا شفنا الملك جاب الدرابو تا هو كيقول لك لا الصحراء ديالنا وكذا، كيخلي غير الاوباش وكيخلي كي كنقولوا غير الناس اللي اصحاب العقول الضعيفه هما اللي كيدفعوهم للصراع ويخليهم يتدابزوا مع الاخوه ديالهم. لذلك فالامور كي كنقولوا ما بقاش هناك مجال للشك، وانا ادعوكم مره اخرى لا تقحموا نفسكم في مثل هذه الامور، وسيروا للقضايا التي تعود عليكم بالنفع والتي يعني الفساد، حاربوا الفساد الذي بامكانه يعني ان يخلينا نعيشوا في واحد المغرب اخر، وما نخليوش المافيا تلهينا عن حقوقنا وعن الثروات التي يتم استنزافها داخل المغرب. من بعد عاد نشوفوا الجمهوريه الصحراويه مغربيه ماشي مغربيه، فاذا سقطت الملكيه فنحن مع دولة متحدة كاع نسميوها حنا كاع جمهورية الزرنكاش، تكون تضم الجزائر والمغرب والصحراء وموريتانيا وكل شيء تحت راية واحدة، علاش لا؟ ولكن تحت ظل هذا النظام الفاسد الذي يستغبي شعبه، فكي كنقولوا الأمر صعب المنال. وإلى هنا أظن أن الأمور اتضحت جيدا، فبإمكانك أن تعلق كما تشاء. المهم ان ما تعلقش عليا انا، علق على كي كنقول الا عندك الجرأة على الموقف ديال محمد السادس والاعتراف ديال محمد السادس بالجمهورية الصحراوية. يعني قول له انت اللي خائن، قول له انت اللي انفصالي، قول له اني لو لديك الجرأة ولا ايها العياشي ستتقبل هذا الامر بصدر رحب، لان ما قدامكش خيار، يا اما تتقبل الامر لانه صادر من عند كي كنقولوا محمدك السادس الذي يعني تعبده عبادة من دون الله، أو ما عندكش خيار آخر أنك تتقبل هذا الأمر وصافي. يعني ما عندكش خيار ثاني منه، لأنه صادر من عند محمد السادس، ما صادرش من عند حتى شي حد آخر. أو الخيار الثاني اللي غيبقى قدامك هو أن يعني تتهمه بالانفصالية وبأنه مرتزقة وبأنه يتم تمويله من جهات خارجية وأنه انفصالي. يعني أنا بغيت العياشة يتهموا محمد السادس بأنه انفصالي نظرا لأنه اعترف بالجمهورية الصحراوية.